الحلقة السادسة. وما زال عمك الهادي يحكي لحسن قصته. قال له بعد 3 أيام جاني تليفون من بنتي وكانت بتبكي شديد، وأنا حسيت إنها فعال واقعة في مشكلة، وقالت لي يا أبوي أنا محتاجة لك. قلت لها يا إكرام في شنو؟ قالت لي لمن أجيك. قلت لها خلي زوجك اتصل علي، وفعال زوجها اتصل علي وأنا قلت له تعالوا لي بالمساء. والكلام ده يا حسن كان الأسبوع الفات، ولما جاني قال لي يا عم الهادي أنا آسف للكلام اللي بقوله ليك ده، الكلام اللي عايز أقوله ليك ده خطير شديد وأنا خايف يأثر على صحتك. يا عم الهادي والله أنا كنت بتمنى إنه أكون ليك مصدر سعادة، لكن الظاهر الكلام اللي حقوله ليك ده حيسبب شرح وفراق بيننا يا عم الهادي. بتك غير عذراء. أنا حسيت كأنه السما وقع فوق راسي، وناديت البيت يا إكرام الحاصل شنو؟ هل الزول ده كلامه صح؟ قالت لي والله ما بعرف حاجة، بس يا أبوي أنا ما عملت أي حاجة غلط في حياتي، وأنا يا أبوي لو واحد شغلني في الشارع بكلمك، وأنا صريحة معاك أكتر من أمي. وتتذكر يوم خطيبي الأول طلب يقبلني وأنا وافقت وجيت كلمتك بالقبلة وإنت قلت لي حصل خير بس تاني ما تكرريها؟ قلت لها أيوة متذكر. قالت لي مستحيل يا أبوي أنا أعمل حاجة زي دي، مستحيل، وأنا يا حسن عارف بنتي أبدا ما بتكذب، وبيني وبين بنتي في أسرار مستحيل تكون في حاجة زي دي، وأنا حسيت إنه زوجها عايز يتخلص منها بطريقة ما أو بأخرى، بس ما كان المفروض يقول كلام زي ده. المهم بعد نقاش طويل أنا قلت له أنا هسي أتأكد من كلامك ده كيف؟ قال لي أسأل بنتك واستفسر منها، بس بنتي شت لها ما فاهمة أي حاجة، والمستوعبة نحن بنتكلم في شنو بالضبط، بس بتبكي وتقول لي يا أبويا الزول ده قال لي أنتي ما كويسة، وإنتي عملتي شنو قبل كده، وأنا ما فاهمة هو بيتكلم عن شنو بالضبط وليه قال كده. شفت يا حسن؟ في اللحظة دي أنا قلت له خالف أنت امشي خلي لنا إكرام، بس أنا بطلب منك طلب يا ولادي الكلام ده ما تقوله لزول. قال لي مستحيل يا عم الهادي أنا أفضح روحي وأتكلم في عردي. أنا طوالي ما فكرت في زول أقول له الكلام ده وأخذ رايه إلا أبوك، وهذا اليوم الأول اللي أنت شفتني ببكي. قام حسن قال له طيب يا عم الهادي، اليوم التاني أنت كنت منفعل وأديت أبوي صندوق أصفر كده وأبوي خدتاه في الخزنة، ده شنو؟ قال له أصبر يا حسن القصة ما انتهت.